السلام عليكم. كما كتعرفوا حتى الطبخ المغربي ما وقروش دوك السراقه اللي على بالكم. ومن بين الاطباق اللي بغاو يسرقوا كاين البسطيله. اما بغاو ينسبوها ليهم يعني صراحه، ولا كيقولوا مشتركه الى اخره من تلك الخزعبلات. ولكن اجيو تشوفوا معايا هذا العجب اللي اكتشفت في اطار البحث. هذا اللي كتشوفوا بحث جامعي دار في جامعه جزائريه، داروا طالب جزائري وتحت اشراف اساتذه جزائريين. دار في 2006، يعني الموسم الدراسي 2005-2006. والموضوع كان حول ازدهار فاس في عهد الموحدين. في واحد الفقرة كيهضر على صناعة الورق في فاس وتطور الكتب والطباعة إلى آخره. ها هي كيقول هنا: يوضح ابن خلدون أن صناعة الورقة من توابع العمران واتساع نطاق الدولة فتكثر التأليف والدواوين إلى آخره. يعني كيقصد الورق من أجل الكتابة، صناعة الورق من أجل التدوين والكتابة. شوف الصفحة اللي من موراها كيقول هنا: ونظرا لتوفر المواد الخام فقد تطورت هذه الصناعة إلى آخره، أن المغرب أصبح مركز القيادة، وأصبح يعني الدولة تحتاج لتقييد شؤون الإدارة، وكذلك عظم الاهتمام بالكتب، وأصبحت البلاد سوق جديدة إلى آخره. يعني الموضوع كيخص الورق من أجل الكتابة والتدوين. كنجيو هنايا لهاد الصفحة هادي نقراو جميع: وقد شاركت السيدات خاصة في فاس مشاركة فعالة في صناعة الورق، واشتهرت بصناعة أوراق البسطيلة التي تدل على المهارة في صناعة الورق. ها هي يعني كيفاش في موضوع حول الورق والكتابة والتدوين كندخلوا فيه ورق البسطيلة، اش من علاقة؟ هذا يعني ان هذوك الناس كيحسب لهم ان ورق البسطيلة، او كان كيحسب لهم ان ورق البسطيلة كنكتبوا فيه، يعني ما كانوش عارفين اصلا شنو هي البسطيلة. ودابا كيجاوب وجههم قاصح، كيقول لك راه ديالنا ولا مشتركة الى اخره. اذا الرسالة لهم: من فضلكم اهتموا بالطبخ ديالكم اللي راه مختلف تماما على الطبخ ديالنا، وما تدخلوش معنا في حرب لانها تكون خاسرة وغادي تشوهوا.